منتجات خطيره باقل من 100 جنيه لحبايب قلب مرموره. اول حاجه هي الفرشه السيليكون دي، عايزه اقول لكم الفرشه دي بتيجي من هنا الشكل ده اللي هو بتعملي بيه مساج لفروه الراس، ومن هنا بتيجي زي فرشه سيليكون سواء تستخدميها لجسمك او لبشرتك. احلى حاجه فيها ان السنون بتاعتها طريه مش ناشفه، فولا بتجرح الفروه ولا بتلعبك الشعر كله في بعضه. انت بتحطيها وتثبتيها وتفضلي تحركيها. لو انت مثلا عايزه تستخدمي شامبو القشره بتاعك وعايزه تتاكدي انه وصل للفروه كويس، بينظف الشعر حلو جدا جدا. وفي نفس الوقت لو انت عامله برده حمام زيت وعايزه ان انت تعملي تدليك خفيف لشعرك بيها، ممتازه. اما الناحيه اللي هنا مش بستخدمها لبشرتي بصراحه، بستخدمها لجسمي، بتعمل تقشير خفيف جدا للجسم، حنينه جدا على الجسم. بصراحه من احلى الحاجات اللي انا جربتها، غير ان طبعا من هنا بتقدري تعلقيها. زنك اوليف ده ارخص وامن مرطب تقدري تستخدميه للاماكن الحساسه، بيمنع احتكاك الفخدين فبيقلل جدا من الاسمرار الناتج عن الاحتكاك ده. كمان بيقلل جدا من ريحه العرق، بيقلل جدا من اي التهاب بعد الشيفنج. ممتاز بصراحه كترطيب، بيلطف حوالين الجلد، بيمنع الاحتكاك. وطبعا للاطفال تقدري تستخدميه لاي مكان ملتهب في جسمك ايا كان المكان، لان هو امن تماما، ما عدا طبعا البشره عشان اي حد لو بشرته دهنيه ممكن يطلع له حبوب. قلم الحواجب ده من روزبيري، من احلى الاقلام اللي انت ممكن تجربيها. مش عارفه اذا كان باين ولا لا، بس هي دي فرشته وطالعه منها سنون كده بترسم الحواجب شعره شعره. بتخلصي حواجبك في دقيقه، بيملى كل الفراغات، حتى لو في منطقه ما بيكونش فيها شعر بيرسم عادي على الجلد. هي درجه واحده منه بس بتناسب كل البشرات، فمش هتحتاري في موضوع الدرجه بتاعته دي. ده غير ان ثباته كمان ممتاز، حرفيا بيدي نتيجه المايكرو بليدنج.